السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله الكل بخير، وياكم اخوكم منتظر. طبعا اليوم قررنا نسوي فيديو لليوتيوب ورجعة حلوة لليوتيوب. طبعا انا اي محتوى صنعته مثلا عن انستغرام، عن تيك توك، ما حبيت المحتوى مثل ما حبيته على اليوتيوب. ليش؟ لان اليوتيوب يعطيك مساحة قد ما تريد تسوي فيديو سوي، وتقدر تجذب الناس اللي تتابع القصص للنهاية. مثلا تتابع الفيديوهات العشر دقائق 15 دقيقة عادي، مو مثل الريلز. اللي يتابعك على الريلز ما يقدر يتابعك على اليوتيوب، واللي يتابعك على اليوتيوب ما يقدر يتابعك على الريلز. فأنا اختاريت اليوتيوب كصناعة محتوى أساسية، وأقصقص من فيديوهات اليوتيوب كليبس وأخليهن بالانستا وبالتيك توك. طبعا اليوم عندنا كاتب مرتب، وكاتب كتب لنا قصة أو كليشة نوعا ما، مو قصة، عن المتخرجين وشلون راح نحفزهم وشلون نعطيهم شيء معين ونخليه ذكرى بهاي القناة مال صانع المحتوى الكبير منتظر ولي. طبعا فهسه خليكم ويا الكليشة في مال الله. أكثر لحظة توقعتها تكون بداية كانت لا شيء. خرجت وقلت هسه ابدا اعيش، هسه ابدا افرح، هسه ابدا اشتغل. نمت وصحيت نفسي وبمكاني، ولا حالتي تغيرت، تليفوني ساكت، ولا حتى فرصة امل صغيرة. بس ما حد يسألك انت شلونك ورا التخرج. الشهادة ما صارت مفتاح، صارت ورقة معلقة بالحائط، وانا معلق بنص تفكيري، ضايع بين الحكي ويا نفسي. جيد. كل يوم يشبه الثاني. الصبح ماكو معنى، افتح عيني واقعد بس لين تعودت، مو لين عندي شي اسويه. اشوف اصدقائي جزء سافر، جزء تعب، جزء بعده ينتظر مثلي، والوقت يمشي واحنا نركض وراه، واحنا نعرف ماكو شي جاي ورانا. ابد مو ندمان اني درست وسهرت وتعبت، بس اتمنى التعب هذا يثمر، مو فلوس لا، بس شعور بسيط انه كل اللي سويته ما راح ببلاش. اريد افرح، اعيش، اقدر اساعد اهلي، اشتري شي من تعبي. مو حلم كبير ترى، بس عندي كم شغلة اريد اسويها بحياتي. اكو فرق بين شخص تايه وشخص الدنيا خلته واقف. انا مو ضايع، انا اعرف نفسي، اعرف شنو احلم، بس كل باب ادق عليه يا مسدود يا اما ما ينفتح الا لغيري. اسأل نفسي كل يوم سويت غلط وشنو ذنبي بكل هذا. بعدني موجود حتى لو كل شيء ما مشى مثل ما اريد، انا بعدني هنا، وبعدني احاول، وبعدني احكي. يعني التعب مو ضعف، والسكوت مو نهاية. احنا جيل تعب بس ما مات، جيل ينكسر يوم ويرجع يومين، لان احنا ما ننهزم، احنا نتعب ونكمل. الله.